يبدأ غدا في الجزائر الاجتماع الذي يضم كبار المنتجين حول العالم في العاصمة الجزائرية لبحث سبل دعم السوق. ونزل سعر الخام نحو 5% الأسبوع الماضي وسط مؤشرات على عدم تحقيق السعودية وإيران تقدما يذكر في التوصل لاتفاق مبدئي على تجميد الإنتاج. بدوره قال وزير الطاقة الجزائري أن كل الخيارات مطروحة لخفض أو تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع غير رسمي تعقده أوبك. معنا من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي السيد محمد صبان. اهلا بك سيد محمد معنا في سكاي نيوز عربية. استاذ محمد، بناء طبعا على ما استمعنا اليه من وزير الطاقة الاماراتي وكل هذا الحديث حول هذا الاجتماع، هل من الوارد ان تتخذ قرارات بتخفيض الانتاج او تثبيته وحتى ان يكون هناك اجماع على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت بمقابلة وزير الطاقة الإماراتي الذي أضفى نوعا من المعلومات الإضافية حول ما تقوم به الإمارات بالنسبة للاستثمارات خارج الإمارات وبالذات في منطقة شمال أفريقيا. لكن نعود إلى اجتماع الأوبك غدا وبعد غد ومحاولات الوصول إلى اتفاق. طبعا ليسمح لي معالي وزير الطاقة الإماراتي أن أختلف معه في نقطة واحدة. هو ذكر، وقد تكون الأمور سياسية، ذكر أن سوق النفط في طريقها إلى التوازن، وهذه ما لم تتدخل الأوبك سيطول الوقت لتحقيق التوازن، وهذه واضحة تماما في أسواق النفط، أنا متأكد أنه يعرفها، لكن ربما هو تصريح سياسي. ثانيا، بالنسبة للاجتماع القادم اللي هو غدا وبعد غد، من المهم جدا أن تتحرى دول الأوبك وروسيا وتبذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق فيما بينها، لأن هذا سيؤكد مصداقية الأوبك، سيؤكد على أن الأوبك لا زالت قائمة، وسيؤكد أن لها دور في الأسواق. عدم التوصل إلى اتفاق أو تأجيل هذا الاتفاق إلى فترة ما بعد نوفمبر أو السنة القادمة سيشكك في هذه المصداقية. طيب أستاذ محمد، يعني أنا قرأت أكثر من تصريح، منها حتى وزير الطاقة الجزائري قال أن دول أوبك مجبرة ومضطرة لاتخاذ قرار. هناك خسائر ما يعادل 300 إلى 400 مليون دولار يوميا بسبب انخفاض هذه الأسعار. ما البديل ممكن إذا لم يكن هناك إجماع؟ ما البديل أو سيناريوهات البدائل هنا؟ ليس هنالك بديل. ما سيحدث هو زيادة أو تفاقم الفائض النفطي في الأسواق، وبالتالي سيضغط على الأسعار نحو مزيد من الانخفاض. قد تزور معدلات الأسعار معدلات أقل من 40 دولار. كلنا يعرف أن الوضع المالي في كل الدول المنتجة بدون استثناء وضع صعب، وهنالك مأزق مالي تعاني منه الدول المنتجة، وإن كانت بدرجات مختلفة، لكن الكل يتحدث أن الخطر قد وصل إلى العظم، وبالتالي قد يكون التحرك هذه المرة أكثر جدية مما كان عليه في إبريل الماضي حينما رفضت إيران الالتحاق بتثبيت الإنتاج. في الواقع لو كنت مكان الوزير الجزائري ورأس الاجتماع كما هو متوقع غدا وبعد غد، لا اضطريت أن أضع الوزراء أكملهم في غرفة معينة وأكتب على هذه الغرفة ممنوع الاقتراب منها حتى يتم التوصل إلى الاتفاق. أنا أعتقد مهم جدا أن يتواصل الاجتماع للوصول إلى نتيجة، حتى وإن لم يتم إبرام هذا الاتفاق غدا أو بعد غد، وإنما إعطاء الإحساس والانطباع بأن هذه الدول ستوقع على الاتفاق سواء الآن أو في نوفمبر في اجتماع الأوبك، سيكون مريحا جدا ليس فقط للدول المنتجة وإنما لأسواق النفط العالمية. طيب أستاذ محمد، الآن يبدو أن هناك شبه اتفاق
هناك الكثير من الدول دكتور تريد محمد. دكتور محمد، عفوا طبعا دكتور محمد، هناك شبه اتفاق حول هذا الموضوع، لكن يبدو أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تغرد خارج السرب بسبب يعني العقوبات بعد يعني إزالة هذه العقوبات وما شابه. هل من الممكن إذا ما وافقت إيران، هل من الممكن اتخاذ قرار من هذه الدول بعيدا عن إيران، أم ضرورة يعني موافقة إيران في هذا الإطار؟ موافقة إيران ضرورية وأساسية لسبب رئيسي، وهو أنها تخطط لتصل بإنتاجها إلى أكثر من 4 مليون. تود أن تصل بإنتاجها إلى 4 مليون و7 من 10. فما المبرر وما الفائدة من أن تجمد بعض الدول إنتاجها وإيران تزيد من إنتاجها إلى أكثر من المستوى الذي كانت عليه قبل العقوبات الاقتصادية؟ إذن لابد من وجود إيران. المملكة العربية السعودية قدمت كل ما لديها، حتى بالأمس سمعنا أو قبل يومين سمعنا أنها قد عرضت على إيران والدول المنتجة الأخرى أنها مستعدة أن تعود بإنتاجها إلى مستوى إنتاج يناير، وهو 10 مليون و2 مليون برميل يوميا، مقارنة بإنتاجها الحالي حوالي 10 مليون و700 ألف برميل يوميا. فهذا التنازل الكبير لابد أن يقابل من قبل إيران بالموافقة على الانضمام عند المستوى الحالي. ترى إيران كما ذكرت الأخت ملاك في تقريرها وكما ذكر الوزير الأماراتي، هي اقتربت جدا. هي الآن تنتج في حدود 3.8 مليون برميل يوميا، هي قريبة جدا من مستويات ما قبل العقوبات الاقتصادية. فالعذر لديها ضعيف وضعيف جدا. كانت تحتاج أن المملكة العربية السعودية قد زادت إنتاجها منذ يناير وإلى الآن. الآن المملكة العربية السعودية عرضت أن تعود إلى مستوى يناير السابق. فليست يعني تم تجريد إيران من كل الأعذار التي لديها، ولا سبيل لديها إلا أن توافق، وإن لم توافق فلا بد وأن يشار أن سبب فشل هذا الاجتماع في الجزائر هو إيران، وإيران وحدها في الوقت الذي كان الجميع جاهزون للتوصل إلى صيغة توفيقية تسمح للجميع بتبني اتفاق تثبيت الإنتاج. طيب دكتور محمد، الآن ما مدى توافق دول الأوبك مع روسيا في هذه المرحلة؟ روسيا كانت تأتي إلى اجتماعات الأوبك على استحياء، وكان لها دور مراقب. وفي الآونة الأخيرة روسيا متضررة أيضا، احتياطياتها من العملات الصعبة انخفضت إلى حدود 19 مليار دولار، وهذه انخفاض من حوالي 35 مليار دولار قبل عامين أو أقل من عامين. فهذا بالنسبة لها لو تضيف لها العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، فإن العبء المالي على روسيا كبير، ولذلك هي أيضا وصلت إلى الخطوط الحمراء، ولذلك تقاربت مع دول الأوبك. ورأينا إنشاء في الصين على هامش قمة ال20، رأينا إنشاء لجنة مشتركة سعودية روسية للبحث في سبل وأطر التعاون مع الأوبك وأطر التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية. روسيا جاهزة وعليها الآن دور كبير في أن تضغط على إيران عفوا تضغط على إيران وهي حليفتها، تستطيع أن تضغط عليها في تقبل ما يعرض على الطاولة، وأن لا تفلت إيران في هذا الاجتماع مثل ما فلتت أو أفلتت في اجتماع الخاص بالمنتجين في الدوحة المرة الماضية. فشل هذا الاجتماع وفشل اتفاق في نوفمبر القادم 30 نوفمبر القادم على تجميد الإنتاج سيضعف من مصداقية الأوبك. طيب. الآن الأوساط الغربية تقول أن الأوبك قد انتهت، ولذلك لابد من الإثبات بأن الأوبك لم تنتهي، وعلى الوزير الجزائري أن يكون حاسما مع جميع الوزراء الذين يحضرون معه في الغرفة، وأن لا يفتح لهم الباب إلا بعد التوصل إلى اتفاق. طيب دكتور، من ناحية أخرى هذه الشركات الكبرى، يعني استمعنا قبل أيام لقياديين في شركة توتال مثلا الفرنسية قالوا أن
مع هذه الأسعار المتدنية، مع هذا الأداء الضعيف، سيكون هناك نهاية لكبرى الشركات. هذه الشركات هل ممكن أن تضغط، أو الاقتصاد الذي ممكن أن ينهار يضغط على هؤلاء القادة في الأوبك؟ لا، أنا أتصور هذه الشركات تناور. الشركات هذه مثل توتال وإكسون وغيرها هي شركات كبرى، هي شركات متكاملة أفقيا ورأسيا. هي لا تعتمد فقط على إنتاج النفط وتكريره، وإنما لديها الغاز الطبيعي، لديها الفحم، لديها المصادر المتجددة. فلا نصدق ما تقوله. هي طبعا أمنيتها أن ترتفع الأسعار لتحقق مزيد من الأرباح، لكن الآن تدعي أنها في وضع حرج. أنا أشك في هذا. أنا أعتقد تنوع البورتفوليو، تنوع المحفظة الاستثمارية لديها أفضل بكثير من تنوع الاستثمارات الموجود في الدول المنتجة، وهي أقل اعتمادا على إيرادات النفط من الدول المنتجة نفسها. فلا، المتضايق والمتضرر جدا هي الدول المنتجة، وبالذات الدول التي تعتمد على النفط بشكل رئيسي في تمويل ميزانياتها. أشكرك. طبعا كان معنا من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد صبان، شكرا جزيلا لك. مساء انتهى، وغدا مساء جديد وملفات جديدة.